الخير، يا صباح الخير يا اللي معانا، صباح الفل، صباح الياسمين، يا مرحبا، اهلا. صباح الخير حبايبي. دلوقتي انا حاعمل حواوشي. انتم عارفين انا ما عنديش كل الامكانيات، ما رانيش في البيت، دونك حاعمل لكم بطريقه سهله وبسرعه تاع السرعه وان شاء الله بدقيق اسمر، بدقيق اسمر اللي يعمل دايت. مش حاعمل لا دهون ولا حاجه. عندي ربع كيلو تاع لحمه فكيتها بالاير فراي بالميكرووند. عندي ثلاث بصلات، بسم الله على بركه الله. عندي ثلاث بصلات نقطعهم. انا نحب الاحمر عشان مسكر. بصوا حبايبي، انا هعملهم في الاشواخ. هضرب من الناحيه الثانيه عشان ما فيش كهرباء هنا. دونك انا ههرس دي وارجع لكم تاني. هرست اول بصل. دلوقتي عملت 2 صغيرين ودا عشان عندي ربع كيلو لحمه، دونك ما نكترش. ده حيدي لي كميه اكبر تاع اللحمه. وحاعمل بقدونس وشويه كزبره وشويه تاع الشبت. بقدونس اكتر، البقدونس وشبت وكزبره نعمل شويه. ده فوالا هقفل عليه. فوالا هقفل عليه. فوالا وحضربوه وارجع لكم تانية. فوالا ما انا عندي سؤال معليش. مع كل حبي لمصر، انا نحب مصر غالية عليا، بس في حاجة اللي ما تعرفوش، البايعين بيبيعوا، معليش انا اسف على اللفظ، بيبيعوا لنا اي حاجة. معليش انا اسفة، بيبيعوا لنا اي حاجة. اوسخ حاجة في الصين يجيبوها للتجار في مصر، والله العظيم. بصوا دي حاجة خفيفة، دي ما اشتريش انا الاجهزه عندي في مصر هنا. انتم عارفين عشان بروح. ده فلفل روميه، اروح واجي بالسعوديه عشان ولادي سعوديين بس، وجوزي مصري بس. شريت هذيك تاع العيش كيف يقولوا له، بانيني تاع الساندويتشات، 220. بيعمل لك العيش، تعمل لي ساندويتش عليه بيساويه في مصر. لحد ما رحت لباب الشعريه عشان اجيب تاع المحلات تاع المطاعم، اللي يجيب تاع البيت 220 ما يعمل ولا حاجه. ودا بورتون دا صغير، انا جبتو دا بكم ب 8 ريال ولا 10 ريال، ما عرفش. انا بجيب حاجات مؤقت. ما شاء الله بيرحي ازاي، دي كبه بترحي ازاي، ما شاء الله. ما عرفش حنا يجيبوا لنا درجه الاخيره، وهنا في السعوديه ما شاء الله يجيبوا حاجه نمبر 1. ما عرفش ليه. المفروض يعملوا وزير التجاره الحاجات دي، المفروض هو يراقب الحاجات دي اللي تخش على مصر، يا كويسه يا ملهاش لازمه. اروح ارحي ده عملت فلفل رومي، دونك عملت بصل، بقدونس، شويه كزبره، شويه شبت. دلوقتي عملت فلفل رومي وحده وقرنين فلفل، بس ده اللي عملت. شوفوا حبايبي ما شاء الله، ضربه واحده. شوفوا ضربه واحده. شوفوا انا دلوقتي هعمل ايه. هجيب كوبايه عشان هعصر كويس قوي. ولا اجيب مصفى احسن. اجيب مصفى عشان ينزل كله في كل ده في المصفى دي، وارجع لكم تاني. صفيت كله من الميه. انا مش عايزه ميه في اللحمه. وفيه دلوقتي انا هعمل توابل. دونك اعمل شويه ملح، بسم الله. اعمل شويه بودرة ثوم، من واحد ما عندوش. فوالا شويه بودرة ثوم.
شويه كزبره، متعملوش فوالا، فلفل اسود فوالا، ممكن تزودوا 7 بهارات، بهارات لحمه، نعمل شويه بهارات لحمه فوالا. تزودوا 7 بهارات. شوف هنا عندي 7 بهارات. انا اللي ما عجبنيش هنا توابل تاع البطاطس، ما عجبتنيش. تاع مصر احلى، توابل تاع البطاطس ما عجبتنيش فوالا. نفتحها ونرجع لكم. صغيرة هاي مشت بيير، هاديك هي بس. نعملش سبايسي عشان عملت 2 فلفل حر. دا نهار ابيض، النهار حيت نططو ونعجن بسم الله فوالا. ما فيش مويه، صفيت البصل والبقدونس من المويه تاعو ونعجن. شوفوا ما فيش مويه، ناشف فوالا فوالا. خليه شويه يرتاح فوالا. وقت ما نعجن نحضر العجينه سهل قوي. وبصوا كنت عايزه اقول لكم تعملوا اي بهارات اللي عايزينها. انا ده بتاع دايت، يعني ما نعملش دهون اللية، ما نعملش لية. وحامل دقيق اسمر، افاين نوار فوالا حبايبي. ده خلاص اخليه على جنب وارجع لكم تاني. نعمل لكم العجينه. شوفوا عندي بولة صغيره تاع ماج تاع دقيق اسمر، ده اسمر ونعمل كمان نص كوبايه ونص فوالا تقريبا، باسكو ربع كيلو لحمه ما يديش كتير. وحامل معلقه تاع الخميره فوريه، انا بعمل الخميره فوريه، ونص معلقه ملح فوالا. وشوفوا انا حلسمها ديرها طعم بزعتر. ممكن ما تعملوش الزعتر، مش لازم تعملوا الزعتر. اعمل شويه زعتر يدي لها العجينه طعم ما فيش بعده. او بودرة توم او بودرة بصل. انا كنت حامل بودرة بصل، وبعدين قلت له عندي زعتر ليه ما نعملش. وحامل ربع كوباية زيت. الماكدة حامل ربع فوالا فوالا. ده ربع بسم الله فوالا. واجيب ميه الكاتل دافيه، ابدا ضرب، اعمل شويه ميه دافيه، اسس قبل الدقيق بالزيت زيتون، زيت زيتون يعمل دايت، مفيش زي زيت زيتون. احنا في منطقة القبائل كلهم رفيعين، عندهم جسم كما يقولوا في مصر سيمباتيك خالص، تايمانكا. بون اوقف الكاتل، المويه كده سخنه، اعمل شويه والم العجينه. شوفوا دقيق اسمر يبان فوالا، سهل قوي. واللي مثلا يشتاق الحواوشي يعملها كده، ديما بتخنش، ياكلها بس بعد الظهر، مش بالليل. الاكل بالليل بيتخن، اي اكل حتى الفاكهه بالليل بتخن. التخن مش حلوه، الواحد ياخد باله، خصوصا مش عشان حتى اللبسه، بس عشان الصحة، عشان الرجلين، عشان يتنفس، عشان يمشي يجري. الأكل يروح في لا مؤاخذة في البطن،
يعمل الشحوم وبعدين يروح للحمام. الوغ ملهاش لازمه ناكلو عشان نعيش، مش نعيش عشان ناكل. انا انا بشتغل من هذا المبدا. انا والله العظيم غير على طول جوزي بيزعق لي، انت ايه انت عايزه؟ نقول له مالكش دعوه، معليش بحترمك بس مالكش دعوه، شوي ديزولي. بكره التخن، حبش التخن. التخن صعب. راحوا لمطعم اسمه ايه ده، مصري في المدينه، قعدوا يزعقوا لي لا ما ناكلش، معليش انتم عارفين انا ما باكلش من برا، شوي ديزولي. انا ما يغوينيش، سبحان الله. ولا حبايبي ما تعجلوش بزاف، استنى دوك نوري لكم. لا حبايبي ما تاخدش وقت. دلوقتي حاعمل ايه؟ حخليها تخمر، عاملها البلاستيك هذا، نشوف راسها ورا هاد البلاستيك هذا تاع شكوبي. Les Algériens, nous on est une race à part les Algériens, à part. On est fiers d'être Algériens. L'Algérie on l'a dans le sang. حنا كما قال واحد في فرنسا، قال نكيف المغاربة، يعني نحب المغاربة، نحب التوانسة، نحب الجزائريين، بس عندكم مشكلة الجزائر. قالوا عندنا ايه المشكلة؟ قالوا كي تروحوا اي حتة، حتى ولو يكون مثلا الماتش تاع البرازيل والمكسيك، طلعوا العلم الجزائري. سي لا فيغيتي. حنا لي زالجيري وين نروحوا نخلوا العطراس، وين نروحوا لازم نعملوا العلامة، علامة فيفا l'Algérie. فوالا هذيك هي. واحد مهما يكون الأصل ما ينتهيش، يتولد بها ويموت بها، هذه هي، يموت قاسي. أنا نحب الجزائر غالية، حتى ولو ما رحتش راهي في قلبي، في مخي. مصر كمان، ايجيبت نحب مصر، يما العزيز على مصر. ايجيبت المصريين تقولوا عايزين نسافروا اوروبا، ما تعرفوش يعني ايه اوروبا. انا سافرت ولفيت وعرفت اوروبا، والله العظيم حتى الطومو اوروبا زباله والله. اوروبا عندهم ضرائب في كل حاجه، راكم تشوفوا هذاك تاع فرنسا واش راهو داير فيهم، بلا ما نقولش اسمه، راهو داير فيهم كما دار سيد علي الكفار، بيشتغلوا عشانه. انا ما نحبش فرنسا، نكره فرنسا، ما تعجبنيش، افضل بلاد عربي. حتى امريكا ما نحبهاش. فوالا لي زامي، اسيبها تخمر وارجع لكم تاني. بس حامل الفرن على 160 من تحت، والصينيه تعملوها في الوسط. خمرت دلوقتي، عندي صينيه بورقه زبده وعملت لها زيت، عشان انا ما لقيتش سيليكون، سجاده هذيك سيليكون، هدور عليها كي يجيبني، ادور عليها. جبت اللحمه مفرومه كانت في الثلاجه، خليتها شويه شربت من التوابل وكله. دلوقتي انا هاخد، شوفوا خمرت ما شاء الله، عملتها كله بدقيق اسمر، ما عملت ولا قطره دقيق ابيض. لا تاع عجينه ينبل، وحاول ابططها شويه. عملت شويه دقيق على الخشبه. انا عندي في مصر فوالا. اخذ شويه لحمه، اعملها في الوسط هنا، واجيب جبنه، اللي عايز ياكل جبنه يعمل، اللي مش عايز ما يعملش، مش اللي عنده وعايز يعمل. دي جبنه بتاع دايت، بيقولوا بتاع دايت. ودلوقتي انا هقفل.
نقفل. ولا كفاية نقفل. فوالا كده. اعمل شوية عشان يمسك، شوية دقيق. شوفوا اتقفلت، واخليها عشان اسيبها شوية عشان اقدر ابططها بدون ما تتفتح. واعمل واحدة تانية، لازم نعمل شوية. انتم عارفين ده مش دقيق ابيض، دقيق اسمر. ده اسمر من السعودية، اسمر ما شاء الله، اسمر. ابطط بايدي في الاول، نعبص كما نقولوا احنا في الجزائر، نعبص بيدي. لازم ده دقيق اسمر 100%. بسم الله. وابتدي ابططها. مش مهم يجي كبير يجي صغير، مش مهم. انا عملت معلقة ونص عشان ما نعملش كتير. فوالا نزيد نبطط. فوالا بسم الله. تعرفوا بلي دقيق اسمر يتعجن في مصر، يقولوا لك عيش سن وعيش دايت. اقسم بالله يزودوا دقيق ابيض، ما فيش من الكلام ده. عايزين تعملوا دقيق، تعملوا عيش سن بجد، تجيبوا انتم الدقيق اسمر، ما تجيبوش من الفرن يعمل لكم شويه رده، شويه دقيق، ويزود دقيق ابيض عشان تتلم العجينه. ده دقيق اسمر 100%، 1,000,000%. بسم الله. هقفله وازود شويه دقيق عشان يتقفل. مفيش با بروبليم. فوالا شوفوها. فوالا ما عملتش، صفيت هذاك. فوالا نخليهم شويه عشان اقدر بعدين ابططو. نكبروا شويه ده كمان، وعمل قدام اخوه وكمل. عمل شويه اكبر. دلوقتي ده هعمله شويه اكبر عشان هعمل 4 رغيف. ما شاء الله دقيق اسمر، ما فيش غش. ده بليزير. دقيق طحين اسمر. فوالا هيفضل لي واحد. بسم الله. ده اللي يعمل دايت. وتاكلوه، ما تاكلوش بالليل. اي حاجه تاكلوها بالليل بتخن، اي حاجه حتى ولو زبادي لا، بس اي اكل بالليل بيتخن عشان الجسم يوقف في غير سبحان الله، في غير النفس. القلب اللي يشتغل، ما فيش اي كيف يقولوا اي جهاز تاع الجسم يوقف. مش يوقف يعني بيتعامل بالبطء، دونك الدهون تتكون. اجيب واحدة جبنة. فوالا هذا يكون شوية اكبر. يعني عملت كام؟ هعمل 4 رغيف. لو عايزين تعملوا اكتر تزودوا في الكمية. يعني 4 رغيف بكوباية معلقة ونص تاع دقيق. تعملوا اكتر تزودوا دقيق، عملوا الحساب. فوالا ده اكبر. فوالا بعدين كي نبططو انفضو، كي نبطط ننفض. فوالا وده اخر واحد. بسم الله. شوفوا. وشغلت الفرن على 160
حاول نعمل تحت بس عشان ده فرن كهربائي، ولا نعمل تحت بس. فوالا سبحان الله. شوفوا ربع كيلو، اقل من ربع كيلو. شوفوا طلع لي كم يعني. حاعمل النص واسيب النص. حستعملوه في حاجه تانية. ممكن اعملوه على كيف يقولوا له، في عيش تميس ولا ما عرفش كيف يقولوها. العيش اللي تعملوا فوق اللحمه مفرومه وتدخلوه في الفرن. دميس ولا ما عرفش ايه ده. حعمل عيش تميس. هنا انا عندي الجهاز جبته من السعوديه، عندي الفرن تاع التميس ولا ما عرفش كيف يقولوا له. المهم من الكلام تاع تفهموا. جبته من السعوديه، جبته من هنا. ابني انا ماما في عيش يعملوه هنا اليمنيين، ودي جبته والله غير جبته من امازون. جي عاملين من امازون. نزلتو لمصر وبعمل العيش مرة. ولا حبايبي دلوقتي انا حقفلو واسيبهم شويه عشان ابطاطو. فوالا شوفوا ما تقطعش الحمد لله، ولا تقطع ولا حاجه. فوالا غلقتوه هكذا. ندير شويه دقيق عشان يتقفل. فوالا ده اخر واحد اللي درتو. نخليه هنا، نغطيه شويه. نجيب فوطه ونغطيه. فوالا جبت فوطه. سيبو شويه عشان ابطاطو. الصينيه جهزتها، فضل دا حسيبو اعمل بيه حاجه تانية. عندو في كيس. فوالا عندي صينيه دهنتها، عملت لها الورق تاع الزبده، بس عملت لها زيت هنا وزيت هنا لحد ما اسمه ايه ده، سيليكون. دلوقتي هبطتها بشويش عشان الحاجه ما تطلعش. ما تبططوش لحد ما تخرجوا الغرنوب كيما نقولوا احنا في الجزائر. شويه لو بدقيق ابيض ما فيش مشكله. فوالا بس ده دقيق اسمراني حبيبي يا اسمراني. بسم الله. عملوه فوق. لا حبيبي يا اسمريكا. بسم الله. ليش عشان ما يتقطعش. ولف واعمل شويه دقيق اسمر. فوالا وانا بعمله في الصينيه حنفضه. فوالا عشان يطيب. حبيبي يا اسمريكا. الدقيق ابيض يتفتح بسهوله. بسم الله. فوالا نزيد هذا. حبيبي يا اسمريكا. نحب السودانيين غاليين عندي. شعب طيب، ربي ان شاء الله يفرج عليهم. ناس طيبين ونساهم زي القمر. نساهم ما شاء الله. والنظافه نظافه. زمان كان عندي وحده سودانيه ميرفت، كانت عسل ونظيفه. جوزها توفى في السودان، سافرت. امينه قوي. دلوقتي ما نجيبش حد، نعمل شغلي لوحدي. كما كانت تقولنا الله يرحمها امي ويرحم موتة المسلمين، كانت تقولنا عملوا شغلكم حتى ولو تكونوا تتحبوا على الارض، وما تجيبوش حد يكشف عليكم الستر. معاها حق. بسم الله. فوالا انفضو. والاخير لو ديرني الاخير. فوالا حواوشي ريجيم. وحعمل شويه زيت زيتون من على الوش عشان الفرن ولعته من تحت بس على 160.
مش اكتر. والله تعبزوا باليد احسن، بتعبزوا باليد. ها شوفوا، ها تبططوا، تعبزوا يعني تبططوا بالايد اسهل واحسن. ها باليد كان احسن. مش مشكلة لو تفتحت شوية، سي با بروبليم، يا با بروبليم. فوالا عملت جبنة تاع الساندويتشات تاع الريجيم. فوالا شوفوا لا احسن، شتو. ها انفض واعمل هنا، اجيبو هنا عشان تشوفوا. ها نزيد نبطط، نجيبها هنا ونزيد نبطط بالايد احسن. واجيب زيت زيتون عشان قلت لكم دايت، يعني كله دايت. فوالا فوالا اجيب زيت زيتون، اعمل شويه زيت زيتون، اعمل شويه زيت زيتون، ويل دوليف اكسترا. ويل دوليف احنا في الجزائر، في زيت زيتون الاصلي في الجزائر، في المغرب، الجزائر والمغرب وتونس زيت زيتون، وليبيا وسينا كمان، بس مش اكستري كيما تاع المغرب العربي، تاع المغرب والجزائر وليبيا وتونس. شابو. وفلسطين، فلسطين كمان عندهم زيت زيتون. أنا في وحدة زمان كانت ساكنة معايا في الزمالك، كانت تروح لغزة، كان عندها كارت أحمر، كانوا يسيبوها تدخل، كانت تجيب لي مسكينة، تجيب زيت زيتون وتجيب لي معاها، الله يذكرها بالخير. من بعد سافروا وقيلا لألمانيا، طلبوا اللوغو لألمانيا، وزا ما كانش يخش، هي كانت تخش وزا ما كانش يخش. اللي عايز يعمل حبة البركة يعمل، اللي مش عايز يعمل ما يعملش. حبة البركة كويسة قوي، حبة البركة، وهي بركة يقولوا لها بركة. ويعمل سمسم كما يقولوا الهنودة، سمسم يعني زي بعض، احنا سمسم يعني سمسم. مرة دخلت المحل كنت وحدي، قلت له عايزة سمسم، قال لي سمسم ايه؟ كان عايز يقول لي على ايه. فوالا حبايبي نبطط شوية، يحبوا السمسم، جوزي يحب السمسم، جوزي تاع السمسم حبيب قلبي. فوالا هو اللي عاوز يصور. هذيك هي حبايبي، ندخل على الفرن وارجع لكم تاني. طلعتو لسه سخون، اوريكم كده سخون. شوفوا استوى ازاي سخون، اخليه يبرد وارجع لكم تاني. فوالا حبايبي، عندكم حواوشي بطريقة سهلة تتعمل في ساعة تخلصوا كله. لو عايزين تعملوا في نص ساعة عجنوا بسرعة، عملوا الحشو وهذيك هي. شوفوا ها بسم الله، شوفوا بسمسم والحبة البركة، شوفوا ما تفتح ولا حاجة. دلوقتي انا هفتحها، والعيش اي عيش يتقطع بمقص. شوفوا بسم الله على بركة الله. احسن حاجة تقصوا بالمقص، فينو ولا اي عيش. فوالا شوفوا بسم الله ما شاء الله. شوفوا انتم عارفين دا عيش سن يتفتح، شوفوا يتكل على طول. شوفوا العيش لحمة استوت، والجبنة ما عملتش موزاريلا. ها شوفوا هذا تفتح، شوفوا استوى ما شاء الله. الاكل انا ايام سوري ما ناكلش عشان الحر، وتاكلوه اللي يعمل دايت ما ياكلش مخلل، اللي ما يعملش دايت ياكل مخلل، اللي يعمل دايت ياخد زيتونات، يا زيتونات تنين. هذيك هي حبايبي، ان شاء الله الوصفه تعجبكم، واقول لكم في الوصفه الجايه. سلامه. وده قرقير احنا في الجزائر نعملوه كده بالثوم وشويه زيتون ولا بيض ومسلوق، ونعملوا له شويه زيت زيتون، فلفل، ملح، بس
هذا هو القرقير ونقطعوه. في يقطعوا وردة وردة، فأنا قطعته كده. فوالا هذيك هي. أقول باي باي، مع السلامة.